سألت واحد صاحبي بقول له هنعمل ايه مع كوتوفور، رد عليا رد غريب الصراحه. قال لي هنلعب 14، يعني استاذن فيفا كده ادينا 3 لعيبه زياده. قلت له 3 لعيبه زياده ليه؟ هتلعب خطه؟ قال لي هلعب جون قدامه 8 قدامه 3 قدامه 2 يبقى 14 لعيب. هو ده اللي ينفع مع كوتوفور. فضحكت كده قلت له يا عم لا طبعا مفيش منه الكلام ده، مش الدرجات دي يعني، ده مش البرازيل يعني، ده كوتوفور يعني، واحنا اصلا كعبين عانى عليهم وياما حطينا عليهم يعني. فقال لي ما انت عندك حل يعني؟ فقلت له اه عندي حل، اتفرج على الفيديو دوت وانت هتعرف الحل. الكل طبعا خايف من حامل اللقب، بس في سر مخفي يخلي الافيال قلقانه جدا من الفراعنه. ليه؟ بطل افريقيا خايف يودع البطوله قدام مصر، وايه هو الفخ اللي ممكن ينهي احلام بدري؟ الماتش ده مش مجرد 90 دقيقة، ده صدام التاريخ ضد حامل الطاولة. تفتكر مين الجندي المجهول في منتخبنا اللي هيقدر يقلب الطاولة ويخلي الأفيال تنسى طريق مين؟ اكتب في كومنتات تحت بسرعة قبل الفيديو ما يخلص. السر اللي محدش هيقولهولك هو الثقة الزايدة والاندفاع الهجومي لحامل اللقب. كوتوفوار تسيب مساحات مرعبة في الظهر الأظهرة وهي بتهاجم، ومع غياب تريزيجيه العين كلها على عمر مرموش ومحمد صلاح. استغلوا الشوارع دي في المرتدات. احنا مش بس هنكسب، احنا هنخرج بطل افريقيا من البطولة. تفتكروا مرموش وصلاح هيقدروا يكسروا كبرياء حامل اللقب؟ مستني تعليقاتكم الصادمة في الكومنتات. توقع يا بيه ايه اللي هيحصل؟ مش ساكت كده.